اصبر تهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا. الله حيهم والله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. 700 مواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم جميعا. مرحبا مرحبا مليون. يا الله حيهم. هلا 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 هلا. مرحبا مرحبا ومسهلا. اللهم زد وبارك. مبطين عنكم، مبطين والله عن بيرسكوب. مرحبا ومسهلا. زعلانين علي. ابشر والله بالسعد. المشكلة اني ما عاد اشوفها. ما شاء الله يا ولد. 900 واحد واصل. يلا حيهم. ما شاء الله. 904. اللهم زد. 910 914 922 930 928 931 935 نقول كم نقول. الحمد لله ما حد جاء خرب. 990 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. انت قاعد تشوفني. اول شيء اسعد الله مساكم جميعا، اسعد الله صباحكم جميعا، ومرحبا بالمواصلين. مواصل. وانا اعتذر منكم اني ابطيت عنكم. انا بوريكم بس ان التيشيرت جديد. انا والله ما ادري ايش مكتوب عليه، بس يعني شكلي زين. شحالكم يا عرب طيبين يا اخي. تبون اقول لكم سالفه المليون؟ تبي سلف؟ انا اقول قاعد اشوفهم يقرأ يا اخي مشكله. 1100 يعني 1100 واحد يبغى سلف. والله مشكله. طبعا سالفه المليون، انا اخذت سناب بفزاع، تويتر بفزاع، اخذت جواب الدقيقه انا ودي اسوي شيء. قالوا شو كنت بدخل على حاجه وغردت منها، وبعدين هو وضح للناس. فالناس السامجين ذولي اللي مرضوني فكوني منكم، والناس اللي حاسدين على المليون ابعد عني شوي يا اخي، ابعد عني شوي. بالله انا بسأل سؤال بهذه المناسبة. تخيل يعني ابغى كل واحد يكتب لي الحين 1200. لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. لا اعطي نفسي عين. الحين هو في تويتر الحين ولا ما راح تويتر؟ شوف تويتر. ادخل تويتر. تراني جيت ولا ما جيت في تويتر بعد. المهم ودي كل واحد منكم يقول تويتر جات ايش مكتوب؟ راجح الحالي يربح. ايه ودي كل واحد منكم يعلمني لو جاه مليون ريال وش بيسوي به. بالامانه نبغى الصدق بدون كذب. اتركوا الكذب. اللي يقول ابى اسوي مسجد، واللي يقول ابى اعطي امي مليون واخذ يعطي مليون واعطيها ريال، هذا لا. علموني بالصدق. الصدق. واحد يقول اعطي امي مثلا 200,000 واعطي ابوي يعني زي كذا. علموني بالصدق. حلو. واحد يقول بسدد ديني ارحب وسمع. واحد يقول بسافر. يعني كل واحد وهمه. واحد يقول تعطيني اياها وين. اعلم ان الرزق عند الله. اعلم ان الرزق عند الله. اعلم ان الرزق عند الله. ولا تخون من امنك. لا تخون من. واذا جاتك حزة الشباب لا تعرضها. وش معنى حزة الشباب لا تعرضها؟ حزة الشباب لا تعرضها يعني اذا واحد دعاك عزيمة ولا دعاك القهوة روح له. لا تكبر على الناس. وصلت 3 وصايا. اعلم ان الرزق عند الله، وحزة الشباب لا تفارقها لا تعرضها. يعني اذا واحد دعاك لا تكبر عليه. طيب مات الشايب. الولد هذا خطاط، خطه حلو كويس يعني. راح اشتغل عند قصر الملك. اشتغل خطاط عنده عند قصر الملك برا. الملك صار يجيه كتابات. شوف خط جميل جدا. سأل عنه قال هذا من هو؟ قال هذا من الخطاطين الشباب اللي برا. قال جيبوا لي. جابوه وعينه عنده خطاط رسمي. صار خطاط رسمي. بعدين شوي شوي الولد امين وذكي وممتاز. صار رئيس الخطاطين. شوي شوي صار وزير من الوزراء. بعدين صار يعتبر الرجل الثاني في الدولة. سافر الملك. قبل ما يسافر جاء عنده قال يا وزير انت انا ما استأمن الا انت. شو تسوي انت؟ قال لا تخرب. يرحم امك. لا والله ما تلمسها. والله يرحم امك. لا اصبر تكفى. لا يطفي والله يطفي. والله يرحم امك اصبر. الزبده قال له الملك انا بسافر امسك ذا لين يجيك. امسك الحكم امسك الدين لين يجيك. قال اوكي. سافر الوزير مسك الرجال الحكم. وهو غايب جات الحرمه. الله يستر عليها. هالبلاوي. جت الحرمه قالت ايش رايك نقلب الحكم وامسك الحكم انا وياك، واذا جاء الرجال اسجنه ولا تصرف فيه.
قال الرجال والله اني ما اخون رجال اتمني. راحت السالفه بعدين رجع الملك. يوم رجع الملك ايش سوت الحرمه؟ على طول جت عند الملك قالت يا طول العمر ترى الوزير وانت غايب قال انه بيقلب الحكم عليك، يعني ثبت عليه. عرفت كيف؟ ايش سوى الملك؟ قال طيب شو اسوي؟ قالت اذبحه. قال كيف اذبحه؟ قالت حط سياف واحد يقص، حطه عند قصرك، عند المزرعه، حطه عند بوابه المزرعه، واذا جاء الوزير قل له انا ابغاك تجيب لي فاكهه يا وزير. ابغاك تجيب لي فاكهه منين؟ تجيب لي فاكهه من المزرعه، وقل للسياف اي واحد يدخل عليك قص راسه. تمام؟ وصلت الفكره. راح قال الوزير عنيات راح يجيب له فاكهه، وهو في الطريق الوزير ويمشي في الطريق قابله واحد من اخوياه القديمين قال يا فلان شلون تعال تقهوى عندي؟ قال يلا بتقهوى عندي. الملكة ما سمعت صوت صياح والوزير مات الوزير، راحت تبغى تتفاقد الموضوع، تبغى تشوف ايش صار. يوم دخلت المزرعة ايش سوى السياف؟ قص راسها. رجع الوزير صاح الصايح ماتت الملكة. جاء عند الوزير عند الملك بعد العزاء علمه. حلو؟ علمه قال ترى انا جت الحرمة قالت لي انك انت كنت بتقلب الحكم ما ادري ايش. قال والله العظيم انها كذابة وهي اللي قالت لي انها كانت تقلب الحكم والحمد لله ربي ياخذ حق منه. مات الملك تعين الرجال ذا ملك وتوت خلاص توت استفدنا ان اعلم ان الرزق عند الله وانك لا تكبر على الناس واذا امنك احد على امانه لا تخونها. واسعد الله صباحكم جميعا وفقنا الله وياكم. اخذنا من وقتكم الكثير. انا والله ما احب اصير هذا صراحه لكن موعدنا ان شاء الله يوم الثلاثاء. والله انا ودي اقفل احتراما لهم يعني ما ودي اصير هذا صراحه. في ناس يعني ما شاء الله تبارك الله مخسرين وقتهم جالسين يناظرون فيه. انت ضمن صلاه الفجر يقول صح انت ورانا خالد حامد ورانا صلاه فجر ورانا صلاه وتر يا اخي نصلي وتر. الساعه كم؟ والله ما ادري. اقلب جوالي بيطفى. شوف جوال الثاني كم فيه؟ الساعه كم فيه؟ طيب شوف حاول تشوف هنا كم ساعه؟ 4 إلا ربع. صلوا الوتر اني طالبكم كلكم تشوفوني 1500 واحد اني طالبكم تصلون الوتر تدعوا لي يا رب انك تيسر امره تشرح صدره. ابي بس يا رب تيسر امره تشرح صدره ترزق الجنه بس غيرها ما ابي. الله يوفقنا وياكم. انا اسف اعتذر منكم اذا اخطيت عليكم ولا زعلتكم في شيء منا ولا منا. الله يوفقنا وياكم. على العين صناعة النجومية ما قدرت اروح لها لارتباطي في البرنامج وغير كذا ما شاء الله تبارك الله راحوا شباب واجد كفو. كم يا ابو يمن؟ قال 130 ريال. قالت امي زي مو زي مشينا والله العظيم ما امزح والله العظيم. رحنا محل ثاني لقيت نفس الفستان ب 1800. قالت اوه هذا مره ممتاز. كم؟ واللي هناك نفسه. وهذا شريته ب 2000 ب 10000. طب اشتري ابو 50. قد قلت السالفه. المهم ان النصيحه يعني على الطاري يعني. المهم فاشتري وتبي عليهم. والله في ملاحظه ثانيه بعد قد شفتها. تلقى الحين هذه نفترض هذه اسمها سعديه. هذه اسمها سعديه رايحه للزواج صح؟ ركز. سعديه اليوم اللي قبل الزواج اسمها سعديه. تجي تشوفها وقت الزواج واحده ثانيه. والله العظيم تقعد تحط 10 كيلو بويه ما يحتاج. والله العظيم ان الزين زين لو تحطه في فحم تحط عليه فحم تمرخ وجه انه زين. والشين شين لو تضرب بويه وجه بويه. شوف الشباب ما شاء الله تبارك الله. شوف الشباب كيف. ثوب 120 ريال شماغ ب 50 ريال وعقال ب 15 ريال وطاقية ب 5 ريال وتكرمون جزمة والحذيان ب 70. بس ما ودي ابثلهم والله يعني ما ودي اصير هذر. انا تعرف انا انسان محترم والله ما احب اصير هذر والله العظيم.